نتيجة رائعة جدا مع الشعر الأبيض. خلونا نتكلم عن البهاق لأن السؤال عليه كتير جدا جدا. في حجر يسمى بدم الأخوين، حجر دم الأخوين. هو سمي بهذا المسمى نتيجة دم الأخوين اللي هم في سورة البقرة، أنا مش متذكر اسمهم. هو لون الدم تماما، حجر لون الدم تماما. نجيب حجر دم الأخوين، هيسحق جيدا، يسحق جيدا وينخل جيدا، وهناخد الناعم منه وهيعجن بالخل، هيعجن بالخل. يبقى حجر دم الأخوين يسحق جيدا ثم ينخل جيدا، هناخد الناعم منه جدا، هيعجن بالخل، ثم هنستخدمه دهان صباحا لمدة ساعتين مع التعرض للشمس. دهان على الأماكن اللي فيها البهاق لمدة ساعتين مع التعرض للشمس. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بصلة كبيرة هتفرم، بصلة كبيرة تفرم جيدا، زائد 3 معالق كبيرة من نبات الصليط، 3 معالق كبيرة من نبات الصليط، زائد 3 معالق من بذور الفجل المطحون، 3 معالق من بذور الفجل المطحون. كل هذه المكونات هتعجن بالعسل، تعجن بالعسل، ثم هنستخدمها دهان مساء لمدة ساعتين. يبقى أنا عندي دهان صباحي ودهان مسائي. الدهان الصباحي اللي هو دم الأخوين، لونه لون الدم تماما، أحمر دموي، هيسحق جيدا وينخل جيدا، هناخد الناعم منه، هيعجن مع خل التفاح ويوضع على الأماكن، نستخدمه دهان يوميا صباحا مع التعرض للشمس لمدة ساعتين. الدهان الآخر مساء، بصلة كبيرة هتفرم، بصلة كبيرة تفرم، زائد 3 معالق كبيرة من نبات الصليط، زائد 3 معالق من بذور الفجل المطحون. تخلط هذه المكونات جيدا، هيعجن بالعسل وهنستخدمه دهان مساء لمدة ساعتين. الخطوة الثالثة بالنسبة للبهاق، 50 جرام من الكركم، زائد 100 جرام من الخلة البلدي، زائد 50 جرام من نبات بقلة الملك. كل هذه المكونات هتخلط جيدا، وهناخد معلقة صغيرة صباحا ومساء، تؤخذ سفوف صباحا ومساء. 50 جرام من الكركم، 100 جرام من الخلة البلدي، و50 جرام من بقلة الملك. وكل هذه المكونات هتخلط جيدا وتؤخذ منها معلقة صغيرة صباحا ومساء. ده البهاق. كنت